عملت شوكولاتة ساخنة اللي هي هوت شوكليت يعني، بس انا بحب اقول شوكولاتة ساخنة، بحسها بتدفي اكتر كده. الله، دماغي فيها شخابيط. فتحت الكاميرا وسايباها على الله. عارفة انكم مش متعودين عليا كده، فانا وعدتكم اني هشارككم الحلو والمش حلو وكل حاجة. انا تعبانة الفترة دي، تعبانة فعلا، مجهدة نفسيا، تقيلة، وما كنتش فاهمة ده ليه. بس زي ما بقول دايما ان كتابة المشاعر بتوصلنا للاجابات اللي ما بنقدرش نوصلها بالتفكير لوحده. لقيت ان تفكيري بيتغير وخايفة من اللي جاي قوي. حاسه اني باخد خطوات اكبر مني في الوقت الحالي، كل ده عشان مش عايزه اضيع وقت اكتر. كفايه الوقت اللي ضاع مني والسنين اللي راحت هباء منثوره. مضغوطه، دماغي فيها 100 حاجه حرفيا، بعمل حاجات كتير في نفس الوقت، خططي مليانه، عايزه اعمل خطط تانية جديده لحاجات تانية جديده، غير بقى الصداع اللي من اول النهار بيمسك دماغي. حاسه اني طول الوقت عايزه انام وكاني بهرب من الحياه، رغم اني والله العظيم مختاره كل حاجه فيها، وربنا العالم انا عافرت ازاي عشان اوصل حياتي للشكل اللي هي عليه دلوقتي. بس برضه مش عارفه في ايه. الحمد لله بعمل اللي عليا وبجبر نفسي ان انا انضبط علشان انفذ الخطط بتاعتي على اكمل وجه، او على الاقل بشكل مظبوط. جامعه، دخول الامتحانات بعد العيد، البيزنس بتاعي، الروايات اللي بكتبها، الفيديوهات اللي بصورها، الحاجات اللي بتعلمها وبحاول اطبقها اول باول، الشغل اللي بحاول اطور منه طول الوقت، وحاجات جديدة عايزة اعملها وادخلها في يومي. صحيح كل دي حاجات ما فيش حد طلبها مني، بس دي احلامي. يعني هخذل نفسي؟ ينفع اخذل نفسي؟ يعني في ناس بيقولوا لي، ناس مريضة بيقولوا لي يعني وعليكي بايه من كل ده؟ حد قالك تعمليه؟ نفسي قالت لي اعمليه، نفسي طلبت مني اعمله. في حد هيبقى اغلى عليا منها؟ دي بنتي نور عيني، هي عايزة كده، امرك. اتعب لمين؟ ما هو ليها، عشان اعوضها وافرحها واحسسها بكل المشاعر اللي هي محتاجه تحس بيها. عندي خوف كبير من الحياه، حاسه اني دخلت حياه الكبار كده خبط لزق، مكبرتش بشكل طبيعي. اصبحت انسان ناضج مسؤول، بس حاسه ان انا مشاعري ما خدتش احتياجاتها. حاسه اني شخص ناضج بمشاعر طفل عايز يطمن وخايف. عارفين اقول لكم حاجه حلوه قوي بعملها مع نفسي لما ابقى خلاص الخوف بيتملك مني بقى وابقى خلاص في حالة ذعر رهيب؟ عارفين في فيلم شركة المرعبين المحدودة، في الاخر خالص لما ابوه كانت شلبي يوصلها الأوضة بتاعتها وكان هيمشي ويسيبها، فهي خافت كده وشاورت له على الدولاب مكان ما اندل كان بيطلع لها، فراح هو قايل لها ما تخافيش، ما فيش حاجة هتخوفك تاني، او تقريبا اندل مش هيجيلك تاني او حاجه زي كده. فكنت انا بقى بقول لنفسي خلاص الحاجه اللي كانت بتخوفك مش موجوده دلوقتي، اهدي. فبحاول ان انا امتص الخوف بنفس الطريقه اللي انا بقول لكم عليها. الحياه مرعبه مرعبه مرعبه، مش قصدي والله العظيم اصدر لكم اي طاقه سلبيه، انتوا عارفين ان ده ابعد ما يكون عني، والنوعيه دي من الفيديوهات وعد مش هتشوفوها مني غير كل فين وفين. بس انا فعلا مضغوطه قوي من جوايا، فبقعد اسال نفسي ايه اللي ضغطك؟ يا هل المذاكره؟ ابدا، احب ما على قلبي. طب هل البيزنس بتاعك؟ خالص. طب الكتابه، التصوير، اي حاجه في الحاجات دي؟ خالص خالص. بالعكس انا اصلا بحس ان انا بعمل الحاجات دي علشان افصل دماغي من انها تفكر في اي حاجه تانية، لان هي دي الحاجات اللي انا بحبها. طب يا بنتي في ايه؟ معرفش دي كانت اجابه موحده لاي سؤال بساله لنفسي. بس بالجورنالينج والتدوين والاسئله مع الوقت اكتشفت انه كل شعور وحش انا بحس بيه دلوقتي بيبقى سببه جاي من الماضي. حتى لو حصل دلوقتي في الحاضر حاجة مؤلمة او مؤذية، بلاقي نفسي بتوجع على حاجة اوريدي خلاص فاتت وطواها الزمن. يعني اكتشفت ان الوجع اللي جوايا والضغط والندم كل ده جاي من الماضي، لدرجة ان انا ساعات بحس ان ذاكرة الوجع عندي اتملت وانا بتوجع على الماضي بس. والله لا، مفيش حاجة دلوقتي هتوجعني. يمكن الحاجة اللي مصبراني ان انا عارفة ان انا عايزة ايه في الحياة. يعني انا عارفة انا عايزة ايه، عايزة اوصل لايه وعايزة منه ايه. مش بتشتت في حتة ان انا مش لاقية نفسي، لا انا الحمد لله لاقية نفسي، دي نعمة كبيرة جدا. يعني عمري ما بدخل مجال على اساس ان انا اشوف نفسي هنفع فيه ولا لا، او هلاقي نفسي فيه ولا لا. دايما ببقى داخله الحاجه وعارفه ان انا نفسي فيها الحمد لله. في نقطه بقى في شخصيتي مهلكه جدا جدا جدا، رغم انها تبان قويه بس هي صعبه قوي. انا ما بؤمنش بالاعذار لنفسي، ما عنديش حاجه اسمها اعذار. ما اقدرش ابرر لنفسي اي حاجه،
ما بقبلهاش، والله ما بقبل من نفسي اي حاجه. انا لازم اوصل للي انا عايزاه لو الدنيا بتولع. ده بيخليني اهلك نفسي واعمل اي حاجه طبعا في اطار مبادئي علشان اوصل للحاجه اللي انا عايزاها. طبعا ده شيء صعب ومهلك جدا، بس مش اصعب من شعور الفشل والتخاذل والندم اللي هقعد متحسره بيهم على نفسي لو ما ساعدش الحاجات اللي انا عايزاها. انا ما بقبلش من نفسي اعذار مهما كانت الاعذار دي قويه، ما بقبلهاش. حطيت هدف قدامي خلاص ان شاء الله اشتغل عشانه 100 سنه، مش مهم كل حاجه في الدنيا طز، بس صورتي قدام نفسي ما تتهزش. ما عنديش حاجه اسمها اغير الهدف. انا ممكن اغير الخطه، اغير الطريق، بس ما اغيرش الهدف نفسه. ما بحبش ارجع لورا ابدا. يعني ممكن اقف مكاني شويه، ارتاح، اخد ريست، بس ما ارجعش تاني ولا خطوه. ما ارجعش. ممكن يعني تقدم يتاخر شويه، اقف بس ما ارجعش، اقف استعيد قوتي واكمل، لكن ما اقدرش ارجع لورا. ده برضو شيء بالنسبه لي صعب قوي، يعني دي تبقى كارثه بالنسبه لي. بحاول ان انا احارب حاجات اتزرعت فيا غلط. هي مش صح اتزرعت بشكل غلط، لا هي غلط، كلها غلط، ما كانش ينفع اصلا تدخل جوايا. فده برضو شيء بواجهه الفتره دي قوي. وكل مدى بكتشف حاجه جديده اتزرعت جوايا غلط، ما كانتش المفروض تبقى موجوده، فبحاربها. فكل ده عامل ضغط على دماغي، ضايقه وتعب، بس يعني حاسه ان شاء الله خير. والفتره الجايه انا مؤمنه ان ربنا شايل لي فيها حاجات جميله هتفرحني وتسعدني، لان ربنا ما بيخذلنيش ابدا. طول ما انا والله متوكله عليه انا الحمد لله حياتي بتبقى جميله. عايزه كمان استغل فكره ان احنا خلاص في اواخر رمضان، فهحاول ان انا ادعي كتير قوي قوي ان ربنا يريح بالي، عشان بالي مش مرتاح خالص. بس ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. شكرا ان انتوا موجودين. انا سبت في اللمحه بتاعه القناه بقيه اللينكات بتاعه الاكونتات بتاعتي، ابقوا ادخلوا بصوا عليها كده واعملوا لي فولو وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي كلها. بحبكم قوي. سلام.